السلام عليكم. أوقات كتيرة جدًا بنبدأ حملات إعلانية وبننهيها بدون تحقيق الهدف المطلوب منها، طبعًا ساعات عشان الفكرة التسويقية ما بتبقاش أحسن حاجة أو الcampaign عمومًا ما بتبقاش أحسن حاجة، وساعات كتيرة جدًا أو معظم الوقت بيبقى إن إحنا بنبُص للهدف الأكبر بدون النظر إلى الخطوات اللي المفروض ياخدها العميل عشان يوصل للهدف النهائي وهو الشرا مننا. عشان كده في فيديو النهارده هنشرح حاجة مهمة جدًا، جدًا، وهي من الحاجات اللي بتوضح لنا الخطأ في الfunnel بتاعنا فين، ونبدأ إن إحنا نصلّحه من خلالها، وهي الmicro convergence. هنعرف إيه هي الmicro convergence، هنعرف إيه الbenefits من الmicro convergence أو الفوايد اللي بنطلع بيها من الmicro convergence، وهنشوف الكلام ده بالأمثلة، وهنعرف إزاي إن إحنا نتتبع المؤشرات بتاعتنا جوّه الsales funnels. أول حاجة لازم نبقى فاهمينها اللي هي إيه هي الmicro convergence عمومًا. الmicro convergence هي عبارة عن طريق أو خطوات بتوصّل الclient لحد الprimary goal. حاجات في نُص الطريق كده المفروض إن هي بتوصّل العميل إن هو يحبنا، إن هو يشتري مننا، إن هو يثق فينا، وغالبًا بنسميها أو بنعتبرها من الsales funnels. طيب إيه الفرق ما بين الmicro convergence والmacro convergence؟ الmicro convergence هي عبارة عن الطريق أو عبارة عن التحويلات الصغيرة أو الالتزامات الصغيرة اللي المفروض العميل بيعملها في رحلته لعملية الشراء، زي كأنه مثلًا إن هو يشوف فيديو، إن هو يسكرول في الصفحة بتاعتنا، يكليك على internal links أو في الnavigation bar، يدوس على أي لينكات جوه الصفحات بتاعتنا، إن هو يتنقل في الويب سايت بتاعنا عجبه، فبالتالي إن هو بيبدأ يُبدي اهتمامه بالويب سايت بتاعنا، أو إن هو يتفاعل بقى بأي طريقة، سواء يسجل في قائمة بريدية أو يسجل إن هو ياخد lead magnet أو حاجة مجانا من الويب سايت بتاعنا أو من الbusiness بتاعنا عمومًا. الmacro conversion هو الprimary goal بتاعنا أو هو الend goal اللي هو المفروض إن أنا عملت الإعلان أو باعت الuser ده مثلًا من القنوات الإعلانية عشان إن هو يسجل أو يحجز مكالمة أو يشتري مننا. ده الفرق ما بين المايكرو والماكرو. طب ناخد أمثلة على المايكرو كونفرجنز أو الطرق أو الطريق اللي العميل بيمشي فيه عشان يوصل للإند جول أو البرايمري جول بتاعنا. أول حاجة اللي هي الوقت اللي بيقضيه في الصفحة بتاعتنا، الفيديوهات اللي بيتفرج عليها، لو في فيديو عندنا في الصفحة وبيشوفه بنشوف النسبة المئوية من المشاهدة للفيديو قد إيه، ونبدأ نعرف إن هو إذا كان مهتم أو لأ. النيوزليتر سبسكريبشن اللي هو ان هو يسجل في القائمه البريديه، يسجل في ويبينار، يملى فورم فيلدز او يملى بعض الفورم فيلدز دي بتبدي اهتمام برضو بيبدي اهتمام بالخدمه بتاعتنا وعايز يسجل فيها، او ان هو يضيف المنتج للسله في الاي كوميرس او يعمل شير او كومنت. دي امثله للمايكرو كونفرجنس. طب ايه هي البنفيتس بتاعه المايكرو كونفرجنس؟ اول حاجه ان هي بتعمل تهيئه للعميل ان هو قبل عمليه الشراء، لان مفيش عميل اول ما يخش الويب سايت بتاعك هيبدا ان هو يفكر ان هو عايز يشتري منك، غالبا دي ما بتحصلش. لازم العميل يبقى يبتدي يثق فيك، يبتدي يحبك. فمثلا احنا مثلا لو قلنا كمثال ان العميل بيخش من اي قناه اعلانيه او دخل مثلا من جوجل وبيبدا ان هو يقعد يقرا المقال، بعد ما بيقرا المقال يظهر له بوب اب يقول له سجل في القائمه البريديه، نبتدي نبعت له ايميلات يبدا يتعرف علينا اكتر ويحبنا، بعد كده نبعت له مثلا ايميل او يدخل من قناه اعلانيه تانية يسجل في مثلا عايز خطه مجانيه لليد ماجنت او اي حاجه، وبعد كده نبدا ان احنا نبعت له رسائل فيبتدي يحبنا اكتر. حصلت اكتر من تاتش بوينتس، كلها زي ما قلنا نو بريشر ات اول، ما فيهاش اي ضغوطات عليه ان هو يشتري مننا او ان هو نخليه ندفعه لعمليه الماكرو كونفرجن او الاند جول بطريقه فيها ضغط عليه. تالت حاجة من البنفيتس بتاعة المايكرو كونفرجنز ان هي بتعمل حاجة اسمها تشخيص للسيلز فانل بتاعتنا. زي ما قلنا احنا في البداية ان الحملة الاعلانية ممكن ما تنجحش او ان اليوزر لما يخش الويب سايت بتاعنا ما يوصلش للاند جول، هي السيلز فانل او المايكرو كونفرجنز. ممكن مثلا يوصل لمرحلة ان هو مثلا ما يسجلش في قائمه بريديه، ما يضغطش على اللينكات، كده يبان ان هو مش مهتم. نبتدي احنا بقى نعمل عمليه تشخيص وعمليه تحليل للفانل بتاعتنا عشان نبدا نفهم اليوزر هنا وقع فين. اليوزر مثلا لما دخل على الفورم ما كملش الفورم عشان في مشكله معينه، نبدا ان احنا نشوف اصلا اليوزر عمل سكرول من المايكرو كونفرجنس برضو السكرول، نبدا نشوف ده عمل كليك. كل الحاجات دي بتدل او بتؤشر على ان اليوزر مهتم يكمل ولا مش مهتم، وحتى لو هو مهتم ايه اللي وقفه، يعني ايه الحاجه اللي مفروض وهو ماشي في الفانل الصغيره او التحويلات الصغيره والالتزامات الصغيره دي
ايه اللي وقفوا فيها وابتدي ان انا احللها وازقه اكتر لخط النهايه. ده بالنسبه للبنفيتس. لو قلنا ازاي نتراك المايكرو كونفرجنس، اول حاجه من نتراك التايم اون سايت اللي هو وقت اليوزر قعدوا في الويب سايت بتاعنا عن طريق طبعا الجوجل اناليتكس. البيجز بير فيزيت يعني زار كام صفحه في الويب سايت بتاعنا اول ما دخل، دي برضو من خلال الجوجل اناليتكس. الليد ماجنت والنيوزلتر، لان هو لو عمل سبسكريبشن للنيوزلتر، عمل داونلود لليد ماجنت، يعني مثلا انت اديته خطه فابتدى ان هو يديك الانفورميشن بتاعته، قلت له مثلا هعمل لك خطه مجانيه لاي حاجه او هديك حاجه مجانيه عموما، اي ليد ماجنت عموما مجاني، ويبدا ان هو يدخل البيانات بتاعته. ده طبعا اهتمام، وغالبا في بيزنسز بتبقى بتعتمد على ان هي الاند جول يبقى الليد ماجنت. فبالنسبه لك مثلا لو انت ان هو المفروض ان هو هيسجل في خدمه مثلا خاصه بيك او حاجه زي كده، فده الاند جول بتاعك، بس الليد ماجنت هنعتبره مايكرو كونفرجن لان هو ابدا اهتمام بالبيزنس بتاعك. السكرول والكليك والهيت مابس عموما اللي هي بتكتشف اليوزر عمل سكرول، النسبة المئوية اللي عمل بيها سكرول، والكليكس داس فين بالظبط. كل ده بيتم عن طريق ادوات الهيت مابس زي هوت جار وكريزي اكس وماوس فلو. دول الادوات اللي هم اشهر ادوات بتتتبع السكرول والكليك بتاع اليوزر جوه الويب سايت بتاعك. وفي طبعا كل دول ادوات مدفوعه. في اداه مايكروسوفت كلاريتي، دي اداه مجانيه تماما تبع شركه مايكروسوفت، بتكتشف برضو الكليكس والسكرول. لو هو بقى ايه ابتدى ان هو دخل مثلا على الفورم بتاع الريجستريشن او الكول بوكينج بتاع الحجز المكالمه وملى بعض الفيلدز، فبنبدا نشوف الفيلدز اللي وقف عندها ايه هي، وبنبدا ان احنا نحللها. يعني احنا بنتتبع هو وصل لحد فين في الفورم. ده بالنسبه للتراكنج بتاع المايكرو كونفرجنس. طب باختصار بقى الموضوع ده هنختصره في ايه؟ دلوقتي احنا عندنا اد شغال، او عندنا مثلا الويب سايت بتاعنا في السوشيال ميديا او في محركات البحث بيجيب اورجانيك ترافيك او بيجي عن طريق البي بي سي ادز. بنبقى عندنا يوزر داخل من التوب اوف فانل من الاعلان او من محركات البحث. بعد كده بنبدا ان احنا نشوفه ابتدى يهتم او ابتدى يبدي بعض الاهتمام عن طريق وجوده في الصفحه زي ما قلنا، السكرولينج، عن طريق انه يسجل في قائمه بريديه، يسجل في ويبينار. الحاجات دي كلها بيبدا يبدي بيها اهتمام، اللي هي هتبقى المايكرو اكشنز او المايكرو كونفرجنس. دي بتبقى عباره عن اهتمام من اليوزر بالمنتج بتاعنا او بالخدمه بتاعتنا، ودي بتبقى مؤشرات ان هو هيوصل للبرايمري جول بتاعنا. فده الرود ماب او هي دي خارطه الطريق اللي بيمشي عليها اليوزر اول ما يبدا ان هو يشوف الاعلان بتاعنا. فلازم طبعا في مرحله الانترست احنا بنديله اويرنس ان احنا مثلا بنهتم بيه، ان احنا مثلا هنديله حاجه مجانيه، فيبدا ان هو ياخد خطوات اكتر معانا تقربه لهدفه الرئيسي. فانت لو دايما عندك مشكله في الاعلان او في الفانل بتاعتك، في مشكله في الفانل بتاعتك، فانت بتبدا انك انت تحلل المايكرو كونفرجنس، وهي دي بدايه طريقك للوصول اليوزر للبرايمري جول. ده كان بالنسبه لفيديو النهارده بالنسبه للمايكرو كونفرجنس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.